الحقيقة صحيت من النوم، لقيت الكيس ده على الترابيزة. مش عارف هل ده هدية من السماء، يعني هل بابا نويل مثلا جه متعثر معهوش فلوس جاب الكيس ده ولا ايه. واسمه راز، يعني مش عارف راز صدر ولا، معلش انا اسف قلشة بس خفيف. ففتحته الحقيقة عشان اشوف جواه ايه، فلقيت جواه هذه القطعة اللولبية. انا مش عارف ده بيتاكل ولا هل ده، يعني شوف سبحان الله، بيتحط تحت اللسان. يعني ده ممكن يتحط تحت اللسان مثلا يعمل لك دماغ عالية زي الافيون وكده. اصل استحالة دي تبقى بتتاكل. ما هي دي لو بتتاكل طب هتتاكل ازاي؟ ده انت يا دوب يعني هتحطها فاهم في بقك، هتسيح اصلا مش تلحق تندوخ. فمش عارف ايه ده، يعني بدل ما الشركة تعبى نفسها كده، ممكن تعمل جوه الكيس جرافيكس. يعني ترسم القطعة دي جرافيك بدل ما تتعب نفسها وتصنع، وبعدين ده بيجيبوا له عمال عشان يصنعوه. يعني هل ده في شركة ومصنع؟ انا مش متخيل الصراحة ان في مصنع بيصنع البتاع ده. ده ممكن اي حد يعملها بصلصال، يعني سهلة جدا. مش عارف، يا الحقيقة ربنا يعافينا. يعني انا عامة هحط واحدة تحت لساني دلوقتي، وهشوف تأثيرها ايه ان شاء الله بإذن الله، وبقول لكم في الفيديو الجاي بقى. اسمه ميني راز، كمان ميني راز، يعني معنى كده ان في حجم اكبر. الحجم الاكبر ده اللي هو بقى يعني فاهم، يا دوب تستطعمه تقريبا.